صباح الفل عليكم. تعالوا بقى النهارده نعمل احلى طريقه للدبابيس. بس قبل اي حاجه سمي الله، صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هتجيبي بقى اي طاسه عندك تحطي فيها مكعب من الزبده وشويه من الزيت، تبداي تنزلي بالدبابيس بتاعتك. اول ما تاخد لون كده هتقلبي على الوش التاني على طول لغايه ما تخلصي الكميه كلها. بعد بقى ما تتحمر على الجنبين ابداي طلعيها في اي طبق، وتعالي بقى نحضر معانا كده شويه حاجه. بقى لما تطلعي كل كميه الفراخ هتنزلي في نفس الماده الدهنيه بفصين كبار من الثوم، شوحيهم كويس جدا. وبعد كده هتنزلي بمعلقه كبيره من المستردة ومعلقه كبيره من الباربيكيو ومعلقه كبيره من الصلصه. بصوا يا جماعه الخلطه دي، عارفين الحاجه الحادق اند حلو دي هي سويت اند صور، بتبهريهم بشويه ملح وشويه فلفل. عايزه تحطي عليهم كيس مكرونه والغدا كده خلص خلاص. بجد حلوه قوي وسهله وسريعه. المهم بعد ما تبهريهم هتروحي عامله ايه بقى، هتروحي حاطه كل كميه الفراخ وهتجيبي ميه مغليه غطيها بقى ووطي النار خالص وسيبيها بالظبط هي 10 دقايق. افتحي عليها هتلاقيها واخده لون شوايه ومستويه وفظيعه. انتوا عارفين بقى لون الشوايه ده من ايه؟ ده من العسل الاسود اللي هو بيبقى في الباربيكيو، هو اللي بيدينا اللسعه بتاعه الكراميل دي. بتبقى فظيعه يا جماعه. حطيها بقى جنب رز بسمتي، جنب شويه مكرونه بيضه، اي حاجه. الطعم فظيع، جربوها وبألف هنا وشفا.